تعال اقول لك على شويه خرافات في الدايت ناس كتير بتقع فيه. في ناس كتير معتقدين ان هم لازم يكون عندهم حرمان بشكل كبير من الاكل اللي بيحبوه لما يمشوا على دايت، بس الحرمان ده بيخليهم يحسوا باحباط ويسيبوا الدايت بسرعه. الحل ان الواحد يضم الاكل اللي هو بيحبه في الدايت بشكل معتدل ومحسوب. 2. منع الكربوهيدرات. في ناس كتير بتفتكر ان الكارب هو العدو الاول في الدايت ولازم يتجنبوه تماما، بس الكربوهيدرات مهمه جدا لصحه الجسم ومصدر اساسي لتوفير الطاقه. الحل انك تدخل الكربوهيدرات في نظامك بشكل محسوب ومن مصادر صحيه. 3. الدايت السريع. ناس كتير بتفتكر ان الحل السحري هو انهم يتبعوا الدايت سريع علشان يفقدوا الوزن بسرعه، بس في الحقيقه ان الدايت السريع ده بيكون غير صحي لانه بيفتقد لعناصر غذائيه كتير وبيؤدي لفقدان الوزن بشكل مؤقت، وفي الغالب الشخص بيرجع وزنه ازيد من الاول. الحل انك تتبع نظام غذائي صحي بيحتوي على جميع العناصر الغذائيه اللي الجسم